السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنضيف معاكم التويليت وهتكلم معاكم عن موضوع مهم قوي خاصة للبنات الصغننين. موضوع عن اساسيات النظافة الشخصية للبنات. بس هو بجد يعني هو بيفرق في ثقتنا بنفسنا جدا، وبيفرق في ان انت تكوني مرتاحة. وفي بنات كتير بقابلهم بيكونوا لسه صغيرين، بس يعني ممكن تبقى في ريحة عرق مش ألطف حاجة، فممكن هما ما يكونوش عارفين. فلعل وعسى يعني ان ده ممكن يأثر في حد فيهم. بصوا، اول حاجه في اساسيات النظافه الشخصيه، انا عارفه من كتر السوشيال ميديا عموما والفيديوهات اللي بنشوفها عليها كلها، ده بيحط لود كبير قوي قوي علينا. ان احنا نفتكر ان احنا عشان نكون نضاف وريحتنا حلوه ان احنا لازم نجيب ب500 ألف جنيه شاور جel وبرفيومز. لا خالص، الموضوع مش كده. وموضوع بسيط خالص. بصوا، هرتبهولكوا كده كذا حاجة وأقسمهولكوا كذا جزء علشان نبقى مع بارت كده مع بعض. أول حاجة إن انت تهتمي بيها، لازم إن انت تهتمي بنظافة جسمك. نظافة جسمك إن انت تغسليه بالصابون. أنا عارفة إن أنا هقوله ده غريب، بس الشاور جel والحاجات دي مش بتنضف الجسم كويس لو في أي ريحة، خاصة إن احنا في فترة الصيف. فاحنا ممكن نخليه ستيب اكسترا لو احنا عايزين نحط شاور جel عشان تكون الريحة كويسة. بس في الأساس لازم جسمك يتغسل بصابون. مش الصابون اللي هو فيه أي روايح أو كده، لأ. صابون يكون طبيعي، صابون بالجليسرين. لونا عاملة صابون بالجليسرين كويس قوي. وفي الصابون الخضراء بتاعت زمان دي لو تعرفوها، هي بزيت الزيتون، اسمها نابلس شاهين لو عايزة حاجة رخيصة. دي تحفة في تنظيف الجسم، وبتسيب الجسم طري ومترطب من غير ما تعملي اكسترا ستيب ان انتي ترطبي جسمك. طيب، غسلنا جسمنا ونضفنا كويس قوي، هنغسله بالصابونه وبالليفه ودعكي جسمك، كل حته في جسمك ورا ودانك واي تنات، اي حته في جسمك ادعكي جسمك كله كويس قوي. وتاني ستيب بقى ان احنا هنعمل سكراب لجسمنا. والسكراب ده مش لازم يكون روتين ديلي، ممكن نعمل مرة في الأسبوع أو مرتين على حسب الوقت اللي يكون فاضي عندنا. مش لازم نشتري برضه سكراب جاهز، ممكن ان احنا نعمل سكراب في البيت. طب ممكن بقى نعمل ايه؟ سكر وقهوة ونقطتين 3 شاور جel، بحيث ان هو يكون الملمس بتاعه مش سيل، هو هيكون ليكويد بس هيكون زي كريم كده. وكمان للتفتيح ممكن نضيف على السكراب ده نحط له نشا، هيبقى رائع. نغسل جسمنا كويس، نعمله بالصابونة وبعدين نحط على طول السكراب على جسمنا كله. نفرك جسمنا حركة دائرية لمدة دقيقتين 3، وبعدين نسيب السكراب على جسمنا ونشطف جسمنا. وبعد الشطف الجسم الأخير ده، علشان جسمك يفضل ناعم ومترطب، حاولي ما تغسليش جسمك بعدها تاني بليفة أو بأي حاجة. كده احنا غسلنا جسمنا ونضفناه من الريحة وعملنا سكرابنا عناه. في حاجة بس ناقصة، ان احنا نشيل الشعر الزايد لو احنا بنوتات كبر شوية. هنشيل الشعر الزايد بأي طريقة تحبوها. سويت شيفنج بليزر. وانا بحبذ وبرجح طبعا الليزر، لو معاكي قدرة مادية لازم تعمليه. واستثمار في نفسك حلو جدا 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 جدا. بجد بيريحك قوي وبيخلي كمان عندك ثقة في النفس فظيعة. لو مفيش إمكانية إن احنا نعمله، الأفضل بعديه أو اللي أنا بفضله بصراحة السويك، لأنها بتقعد فترة على ما تطول الشعر بعد كده، أو على ما يطلع الشعر يعني. الشيفنج لو هناخد شيفنج بقى، لازم نعمل شيفنج بجل يكون مخصص ليه، والشيفنج يكون كل شاور، فطبعا الموضوع بيبقى متعب شوية لينا. فالأحسن يعني إن احنا نعمل سويت عشان تقعد وقت أطول لو مفيش مقدرة مادية إن احنا نعمل ليزر. تاني حاجة مهمة عايزة برضو أكلمكم عليها، نظافة الشعر يا حلوين. شعرك لو مزيت، أرجوكي أرجوكي اغسليه. بلاش تحطي الدراي شامبو، بيبقى بشع وبيبان. لو شعرك زيت اغسليه من فضلك، علشان العرق وعلشان الزيوت الطبيعية اللي موجودة فيه لما بتتراكم مدة كبيرة. في ناس بتقعد أسبوع متغسلش شعرها، لما بتتراكم مدة كبيرة أصلا بتعمل قشرة وهتعمل فطريات في راسك، وهيبقى الوضع مش أحسن حاجة يعني. فهنحتاج لشعرنا شامبو، كونديشنر، وهنحتاج حمام كريم. انا بقول لكم الستبس البيزك، مش حاجات اكسترا. لو عايزين بقى حاجات اكسترا ممكن نجيب هير بيرفيوم وسيرم، ممكن نجيب ايرز ان احنا نعمل حمام زيت مرة في الاسبوع. دي كده تاني حاجة.
تالت حاجة وهي مهمة جدا جدا جدا، ان احنا نغسل اسناننا، وان احنا ريحة نفسنا تكون كويسة. اتليست ممكن نغسل اسناننا مرتين، مرة بالليل ومرة الصبح. ما هو مش هياخد منك وقت، بس هيفرق في ثقتك بنفسك جدا، وانت تتكلمي مع حد محدش هينفر منك. وممكن ان احنا نستخدم الماوس هوش ده علشان ريحة نفسنا تكون كويسة. لو مش متاح ان احنا نجيبه، احنا ممكن عارفين القرنفل اللي هو المسمار ده، نقعه في مية من بالليل للصبح وتمضمضوا بيه طول ما انتوا صاحيين. رائع، وخلي اصلا ريحة نفسك حلوة جدا جدا جدا. حاجة كمان، انت ممكن المية اللي تنقعي فيها القرنفل دي تشربيها، هيعطر جسمك وهيخلي ريحة جسمك اصلا جميلة قوي. هنيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، ضوافرنا وشكل ايدينا برضو نفسها. ايدك حاولي ان انت ترطبيها بالليل قبل ما تنامي بمرطب يكون قوي. ممكن انا بستخدم في الايام اللي بيكون فيها بستخدم ميه كتير وايدي بغسل مواعين وكده، بحاول احط زبدة شيا واحط بقى عليها طبقة فازلين. ده احسن مرطب جربته، وبقوم الصبح تاني يوم ايدي بتبقى افتح وطرية جدا جدا جدا، بتقعد لحد اخر اليوم اصلا. بيكون رائع بصراحة معايا. طيب رطبنا ايدينا، مش هننسى نشيل لو فيها شعر. وحاجة كمان، ضوافرنا يا ريت يكونوا كلهم سوا واحد. يا اما كلهم مقصوصين ومنمقين، يا اما يكونوا طوال بس حاولي تعمليهم بالمبرد، ما تسيبيش واحد طويل واحد قصير. ويا ريت شكل المانيكير. بالنسبه لوشنا مش هنحتاج اكتر من غسول كويس وصن بلوك، وان احنا نجيب مرطب. العصير ممكن تجيبه اي نوع مناسب لبشرتكم، او ممكن لو ما فيش قدره ماديه ممكن ان احنا نجيب صابونه. الصابون كويس جدا في تنظيف البشره. حاجة أخيرة عايزة أكلمكم عليها، نظافة الهدوم. إن احنا نلبس الهدوم في الصيف ده تكون مرة واحدة، لو خرجنا بيها تتحط في السبت. والشرابات نحاول نغيرها كل يوم. ونحط بودرة لو رجلينا بتعرق قوي.